فجر ضربة خطأ لمن صفرها الحكم ولمن ستكون؟ هل هي لفريق اتحاد الفجر أم أنها لنسور سيدي خديم؟ ملعوبة لمصلحة فريق نسور سيدي خديم، طويلة متجاوزة وسط الميدان، البحث عن الرؤوس لكنها عادت إلى ياسين الخفيف بالفاصل المهاري. الخفيف لم ينجح في المرور، خفة في المراوغات وخفة في الوزن ورشاقة في المرور. يذكرني ببيدري لاعب برشلونة، وغافي أيضا الفتى المدلل للقلعة الكتالانية. نعود إلى يوسف بيكري. يوسف بيكري معاد إلى يوسف الآخر لكنه مكنر بوصي. أيوب الطبشوش بفاصل رائع بمرور محاولة التمرير لسعيد الشيوي لم تكتمل. عادت إلى إسماعيل، هذا الطيف المهاري مرر إلى من يحمل رقم 7 عميد الفريق. التسديد خطير روعة بطريقة جميلة. الرداد بالقناوي أراد هدف ثاني. الرداد بالقناوي أراد أن يهز المرمى، أن يهز الشباك، يعني تسديدة عكس الاتجاه. شاهدت هذه اللقطة عدة مرات وقلناها عدة مرات، يعني ضد الاتجاه. كان قالها ذات يوم مارادونا لهاري كين. هاري كين كان يسدد في الاتجاه الأيمن وهو من يسدد بالرجل اليمنى، فقال له دائما الجوهرة الأرجنتينية مارادونا اضرب الكرة عكس الاتجاه فيصعب على حراس المرمى مسكها واللحاق بها. وهكذا سددها الرداد للقناوي لكنها لم تكن داخل الخشبة الثلاث وداخل الإطار، كانت قريبة. عادت إلى الرداد في وسط الميدان. هذا رقم 9 خطير إسماعيل الطيفي مهاجم يعود إلى وسط الميدان من أجل أخذ الكرات، يعني يترك زملائه في المتنفس، يترك زملائه يرتاحون، يترك زملائه يريدون أن يفعلوا ماذا يفعلون، يترك زملائه يفكرون، يترك زملائه يريدون أن يسجلوا الأهداف، يترك زملائه يفكرون في تدبير دقائق المباراة وما تبقى من وقتها. ضربة خطأ عن طريق رقم 8 ملعوبة يوسف بيكري بالصدر، حصرها محاولة الانطلاق لم يتمكن منها. عادت إلى يوسف الآخر البوصي. يوسف بيكري بالكعب أوصل إلى أيوب طبشوش إلى سعيد الشيوي في وسط الميدان. سعيد لمن تمريرته لم تكن جميلة ضاعت. معاد فتاح بالارتقاء، أعاد إلى يوسف بيكري في وسط الميدان. فريق اتحاد الفجر يتحرك الآن. عادت إلى أبخار إلى من معاد إلى يوسف البوصي. محاولة الإبعاد، حرب وسط الميدان متواصلة. الطبشوش في الاستقبال، الطبشوش في المراوغة، أيوب في المرور، أيوب في وسط الميدان. أوصل إلى أبخار أو عفوا إلى يوسف بيكري. ضاعت في الكونتر أتاك. هذا نجوم سيدي خديم، هذا نصوص سيدي خديم. محاولة المرور، فتاح في صراع. الحكم لم يعلن عن أي شيء، كانت عن طريق لاعب النبيل الزباري من يحمل رقم 8. حكم الشرط هانس اليونسي يؤشر إلى حكم المباراة بأنه كان هناك خطأ مسك من القميص لم يراه حكم الوسط وأشر إليها حكم الشرط. إذا المباراة شوطها الثاني 1 مقابل 0 لمصلحة نسور سيدي خديم. فهي ردة فعل لفريق اتحاد الفجر. هنا محاولة انطلاق في وسط الميدان. يوسف بيكري التسديد، الدفاع يستميت والمحاولات متواصلة. وياسين الخفي في وسط الميدان. لا حل أمامك سوى مسكها من القميص. ينتقل كالبرغوث من بين اللاعبين، يمر نظر لصغر جسده، نظر للحافة جسمه، وهذا هو الكورية والمهارية. دائما تصير القامة ما يكون يعتمد على المهارات، وخير دليل على ذلك مرعب العالم وجوهرة العالم والأسطورة ومن لقبه غوارديولا بأنه فوق الجميع. وصنفوا ما شئتم من لاعب كرة القدم البوغ ليونيل ميسي. لنعود من ميسي ومن الأرجنتين إلى المغرب وإلى التوميات، هنا من مدينة ابن سليمان الخضراء، وبالضبط من جماعة عين تيسغا، وبتنظيم من جمعية شباب الغزوان للتنمية والرياضة والتعاون. هنا بهذا الملعب الغابوي الجميل متنفس رئوي رائع. ونتيجة المباراة لا زالت 1-0 لمصلحة نسور.